من هي ساري كول؟ اليوتيوبر ساري كول اسمها الحقيقي سارة، من مواليد مدينة سبتة المحتلة سنة 1996، وعاشت الطفولة في مدينة تطوان. عانت ظروف صعبة في الطفولة ممن أثر تأثيرا سلبيا على شخصيتها. ساري كول لم تتلقى تعليما كبيرا وعاشت مع عائلتها حتى وصلت لسن 18 سنة، ثم هاجرت لتلتقي بوالدتها في إسبانيا. أهم ساري كول أو سار قامت بالهجرة السرية نحو إسبانيا لضمان مستقبل أفضل، فهي لم تعش طفولة طبيعية بالمغرب. مكثت ساري كول 6 أشهر بإسبانيا، تم سوء وضعيتها وأصبحت تقيم بوراق، وأخذت الجنسية الإسبانية بحكم أن والدتها تتوفر على الجنسية الإسبانية. عملت ساري كول لأول مرة في الرعاية الصحية، حيث كانت تقوم برعاية امرأة مسنة وتقاضت أول أجر لها في الديار الإسبانية. لم تستمر ساري كول طويلا في رعاية المرأة المسنة لتتحول إلى عمل آخر، حيث عملت ساري كول كمساعدة طباخ في أحد مطاعم مدريد، وبعد أشهر أصبحت هي أيضا طباخة محترفة. ثم انتقلت ساري كول إلى ميدان آخر، هو ميدان التصوير الفوتوغرافي، حيث كانت تتدرب في البداية لكونها لم تحصل على أي شهادة في هذا المجال، وبالفعل فقد نجحت ساري كول في العمل في مجال التصوير بعدما أبانت ساري كول على حرفية ومهنية في مجال التصوير. ساري كول لديها قناة في اليوتيوب معروفة باسم ساري كول، حيث تبث مقاطع فيديو شخصية تكسر بها طابوهات المجتمع المغربي، مثل التكلم في مواضيع حساسة وبجرأة غير عادية، حيث تتكلم في مواضيع الجنس وبكلام فاحش. ساري كول صرحت أن هدفها من القناة هو توعية الشابات والنساء بشكل عام لكونها عانت ظروفا صعبة في طفولتها، حيث كان الاستغلال الجنسي للبنات من طرف الشباب من أهم دوافع إطلاق قناتها من أجل توعية البنات والسيدات بمكر الرجال وخيبتهم، وأيضا فهي تحاول توعية الرجال ببعض أعمال السحر التي تقوم بها بعض النساء من أجل اصطياد الرجال. ساري كول تبحث أيضا عن الشهرة، فعدد مشتركي قناتها في ارتفاع صاروخي، فهي بدأت تحقق شهرة شئنا أم أبينا، ولا ننسى أنها تحقق دخلا ماديا من المحتوى الذي تقدمه في قناتها. فرغم أن ساري كول تقدم محتوى مخل بالحياء، فهي تتطرق في بعض الأحيان لأمور اجتماعية وسياسية كالفساد الذي ينخر المجتمع، ممن جعل البعض يتعاطف معها لكونها تعري الواقع وتفضح المفسدين. ساري كول هي الآن في العشرينات. الماضي الحزين والصعب الذي عانته ساهم في اضطراب شخصيتها ودعم توازنها النفسي، لكن هي في بعض الأحيان تقول كلام مهم وتفضح المفسدين، إلى جانب أنها تتكلم في طابوهات خصوصا الجنسية وبكلام فاجر، فقد اكتسحت اليوتيوب في ظرف قياسي.